سلام كدايرين لاباس عليكم هانيين مبروك عواشركم تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. هاد الحلوى ان شاء الله اليوم غنقدم لكم سهله وبسيطه بزاف. بالنسبه للناس اللي باقي ما صايبوش الحلوى، هذه غتجيكم سهله وبمقاديرها بسيطه وتخرج كميه كبيره ان شاء الله. ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. غنحتاج 250 غرام ديال الزبده، تنستعمل النوعيه ديال اللذة يعني رابعه. غنوضع هادشي كله في الهاشوار. غنوضع عليه زلافة ديال الزيت مع امراج، وزلافة ديال سنيدة مع امراج. بغيت تعبروها بالكاس، كاس ونص ديال الزيت وكاس ونص ديال السكر. غنضيف عليه هنايا الفاني مباشرة، تحطوه في الهاشوار ونخلطوا هاد المقادير مزيانين حتى نطحنوهم. بالنسبه هنا لا بغيتوش تستعملوا الهاشوار، يمكن لكم تستعملوا الزبده وسنيده تخدموها مزيان بايديكم تتولي على شكل بوماد. عاد تزيدوا عليها الزيت وتضيفوا عليه عاوتاني البيض، يعني بنفس الطريقه. الهاشوار تيسهل لينا الخدمه. انا من بعد ما طحنت مزيان دوك المقادير غنضيف عليهم البيض، 3 البيضات هكذا، ونضيفهم نتاهما الخليط الاول، ونعاود نخلط مزيان هاد الخليط حتى ينسجم لينا هاد العناصر هادو. بالنسبه للهاشوار تسهل علينا بزاف هاد الخدمه هادي. ومن الاحسن هنا الزبده تكون لينه، يعني ما تكونش في الثلاجه باش غير تخدم لينا هنايا. فمباشره نديرها هنايا في الاناء اللي غنخلط فيه، درت هنايا في القصعه. ونبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق عبره كيلو ديال الدقيق، ما غنكملوهش كامل، تيبقى على حسب كميه، على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. انا غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وغنضيف خماره من فئه 8 غرام حتى هي غنضيفها. صافي. بالنسبه لهاد الخليط غنخليه شويه خفيف، يعني ما غنتقلوش حتى نقسموا الكميه ديالو على جوج. يعني هكذا خليته خفيف شويه، قسمت الكميه على جوج. الكميه الاولى احتفظت بها، والكميه الثانيه هذه هي ديال الصابلي. غنزيد عليها الدقيق حتى نحصلوا على هذا الشكل هذا، يعني تكون شويه قابطه راسها، ما تكونش خفيفه بزاف باش يجينا الصابلي زوين على هذا القياس هذا. صافي نحتفظوا بها. بالنسبه للجزء الاول قلنا حيدنا خفيف شويه، يعني غنزيد عليه هنايا دوك الفواكه معسله. نزيد عليها كميه هكا ديال الفواكه معسله، نخلط مزيان. هنا باش نخلصش ما تنتقلش العجين، باش يمكن لي يدخل هاد الفواكه مزيان في العجين كامله. عاد من بعد نبقى نضيف دقيق القياس اللي تجمع ليا العجينه وما تبقاش خفيفه بزاف. كما شفتوا هكذا تنضيف شويه دقيق عاوتاني. بالنسبه لهاد الحلوه اللي درت فيها المعسلات، تكون خفيفه على ديال الصابي شويه حيت تبغي تدخل الفران وتنفخ. وغنزيد عليها شويه ديال الخمار، يعني شفتوا في الخليط كله درت خماره وحده. بالنسبه لهذه غنضيف لها واحد شويه هكا شي 3 غرام نزيدهم ليها في الخليط، حيت الا تبغي تنفخ في الفران تجي زوينه. بهذه الطريقه هذه ندخلها مزيان هكذا. غنحصلوا على جوج اشكال. بالنسبه للشكل اللي فيه المعسلات غنحربلو مزيان، نحربلو غنديرو على شكل بحال الفقيقصات. غندير 3 الحرابل وندخلهم للمجمد بهذه الطريقه هذه. نغطيهم بلاستيكه وندخلهم للمجمد. بالنسبه لهاد الحلوه هذه من الاحسن تبقى هكذا 4 سوايع ولا هذا، تنحسوا بها قبطات ولا نجربوا نجبدوها ونجربوا نقطعوه بالموس. الا تقطعت لنا مزيان، ما تقطعش نخليوها تزيد تجمد مزيان. بالنسبه ليا انا هنايا غنبدا نوجد الصابلي هي الاولى، نطلقها ما بين بلاستيكات ونطيبها، وعاد نرجع لهاد الحلوه ان شاء الله ونلقاها وجدات ليا وتاني نقطعها معاكم. انا غندوز للصابلي، غندير هكذا نطلقها ما بين جوج بلاستيكات تجينا سهله في الخدمه. وما نرقوهاش بزاف القياس، حيت غنديروا غير وحده، ما غنديروش وحده فوق وحده. هكذا نبقى حتى نحصل على السمك اللي بغيت. هنا كما تشوفوا غنقطعها بهاد القطاعات الدائريه. يمكن لكم تختاروا اي شكل بغيتو. هكذا نبقى حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونستفها في اللاطه. بالنسبه للصابلي تنشعلوا عليه الفران من التحت، نسخنوا الفران شويه مزيان، عاد نشعلوا الفران غير من التحت ونديروا على 180 درجه ولا 190 تقريبا.
ونخليوها حتى تحمر لتحت مزيان، نجعلو غير من التحت حتى تحمر، تاخد داك اللون الذهبي عاد نطلعوها للفوق ونبقاو حاضينها حيت خصنا نبقاو نشوفو الا تحمرت نحيدوها، واللي باقا نخليوها في الفران حتى نكملو الكميه ديالنا كامله. هنا من بعد ما طيبت الصابلي وخليتها على جنب، هنا جبت هاد الحليوه هادي ديالنا نقطعها، هي ما جابداش بزاف حيت ما خليتهاش بزاف، خليتها تقريبا غير 2 سوايع، ولكن تتقطع ليا حاولت معها بشويه نكملها هكذا، نكملها في التقطاع صافي نبدا نستفها هكا في اللاطه. بالنسبه لهاد الحلوه من الاحسن ندهنوها بشويه ديال البياض ديال البيض، انا غنطرب واحد شويه ديال البياض البيضه، بياض بيضه، وغندهنها من الفوق باش يجينا داك اللون تيبري. كما شفتوا هكا انا دهنتها وغندخلها حتى هي الفران، نطيبها من التحت عاد نطيبها من الفوق حتى تحمر لينا. من الاحسن ما يكونش الفران مجهد باش تجينا محمره مزيان. هنا من بعد ما كملتهم نحصلوا على هذه النتيجه هذه، تيجيو محمرين وزوينين، وفي نفس الوقت هذا تيجي هذا الشكل هذا ساهل وخفيف. بالنسبه للصابلي هنا من بعد ما طيبت هذه الكميه كامله غنبدا نزينها. بالنسبه للتزيين ديالها غنديروا تزيين ساهل، غنزينها غير بشويه ديال الشكلاط هكا اللي ذوبته، وزدت فيه شويه ديال الزيت، ندير هكذا نقيطات من الوسط، وندير فيهم هكذا طريف ديال الكركاع وطريف ديال اللوز بهذه الطريقه حتى نكمل هذه الكميه ديالي كامله. هنا من بعد ما كملت الكميه ديالي ديال الصابلي خليته حتى نشف الشكلاط مزيان وستفتو هكذا، تيبقى تتخرجوا واحد الكميه كبيره بزاف، وفي نفس الوقت ما تاخذش لينا وقت بزاف باش توجد بسرعه، حتى التزيين ديال الصابلي ما تياخذش لينا وقت كبير. كما شفتوا هاد التشكيلات تيجيو زوينين وراقيين في نفس الوقت. ان شاء الله تحضروهم في هذا العيد هذا وتجربوهم وتردوا عليه في كومونتير. بسلام عليكم والفيديو الماجي ان شاء الله.